واليوم نتابع ملاحظات عديدة على مد الصلة كلها ذات أهمية. من جملة ذلك أن نعين الحالات التي ليس فيها مد صلة لأن الشرط لم يتحقق. قلنا في تعريف مد الصلة: صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة وبياء إن كانت الهاء مكسورة، ثم قلنا بشرط أن تقع بين متحركين، يعني أن تقع هاء الضمير بين متحركين، قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك. هذه هي الحالة الوحيدة التي فيها مد الصلة. الحالات التي يختل فيها هذا الشرط أن يكون قبل الهاء ساكن، أن يكون قبل وبعد الهاء ساكن، أن يكون بعد الهاء ساكن، أن تكون الهاء نفسها ساكنة، أن تكون الهاء نفسها ساكنة. هذه 4 حالات ليس فيها صلة، سنذكرها ونبين أمثلتها. يعني مثلا تأملوا قوله تعالى في أول البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه هدى، فيه آخرها هاء ضمير ومكسورة لكن قبلها ياء ساكنة وبعدها هاء هدى متحركة. إذا هنا اختل الشرط، لم تقع الهاء بين متحركين، فلا نقول لا ريب فيه هدى للمتقين، لا نقول ذلك ولا نفعله. طبعا الكلام كله على رواية حفص عن عاصم. قد تقع الهاء بين ساكنين، قبل ساكن وبعد ساكن، كقوله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. يعلمه الله، يعلمه الهاء فيها هاء ضمير ومضمومة لكن قبلها ميم ساكنة وبعدها اللام الأولى من لفظ الجلالة أيضا ساكنة، فوقعت هاء الضمير المضمومة بين ساكنين. يعلمه الله فلا صلة فيها، لا نقول يعلمه الله، لا يفعل هذا أحد أبدا. وقد يقع الساكن بعد الهاء، مثلا اسمه المسيح، اسمه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. اسمه هل أرأيتم؟ اسمه آخرها هاء ضمير، وكلمة المسيح أول حرف فيها ساكن وهو اللام، فلم يتحقق الشرط. أما أن تكون الهاء هي ذاتها ساكنة كقوله تعالى: فألقه إليهم. فألقه إليهم، كيف تكون هاء الضمير ساكنة؟ هذا أمر يعني من علم النحو والصرف. إذن هنا الهاء كانت ساكنة. خلاصة الكلام ولعلي أطلت عليكم: إن لم تقع الهاء هاء الضمير بين متحركين فلا صلة. الملاحظة التي سنأخذها الآن لحالات اختل فيها الشرط وبالتالي لا صلة فيها. نأخذ اللوحة التي علينا، اللوحة الأولى في حلقة اليوم. التنبيه الثاني: ليس في الأمثلة التالية ولا فيما يماثلها مد صلة. لماذا؟ لانعدام الشرط. الحالة الأولى كما نرى: فيه هدى، لا صلة فيها. لماذا؟ لأن ما قبل الهاء ساكن، والحرف الساكن هنا هو الياء. يعلمه الله، هنا الهاء الحمراء اللون في كلمة يعلمه أيضا لا صلة فيها مع أنها هاء ضمير. لماذا؟ لأنها قد اكتنفها سكونان، قبلها ساكن وبعدها ساكن، فلا صلة فيها. المثال الثالث: اسمه المسيح، هاء الضمير في اسمه جاء قبلها متحرك، معناها الشرط صحيح، لكن اختل الشرط في الحرف الذي بعد الهاء وهو اللام من كلمة المسيح، فاللام ساكنة وبالتالي لا صلة في هذه الهاء. المثال الرابع الذي نراه والذي تكون فيه الهاء ساكنة: قوله تعالى: أرجه وأخاه. أرجه أصلها أرجئه، يعني أخره، أخره وأخاه، فهي هاء ضمير لكنها عُملت كما ذكرت لكم منذ قليل على لهجة بعض القبائل التي تجعل هاء الضمير وكأنها حرف أصلي من الكلمة فسكنوها مع أنها هاء ضمير. إذن كيف أشبع حركة هاء ساكنة؟ ليس للهاء حركة حتى أشبعها، لا ضمة ولا كسرة، وبالتالي
هذه الهاء لا صلة فيها. أرجه وأخاه، فالهاء ساكنة وصلا ووقفا. وكذلك المثال الثاني فألقه إليهم، أيضا هذه الهاء هاء ضمير وهي ساكنة على لهجة القبائل التي يعني تعامل هاء الضمير معاملة الحرف الأصلي من الفعل، وبالتالي تسكنه وكأنه من أصل الفعل، فلا صلة فيها، لأنني كيف أشبع سكونا؟ السكون لا يشبع. إذن كل ما ترونه من الأمثلة الأربعة التي أمامكم لا صلة فيها. لماذا؟ لاختلال الشرط.